رجعت لكم ببارت جديد. بعد ما نادى جارسيا مونيكا بديل الحصان، حست مونيكا بالإهانة واتعصبت عليه وقالت له إن هو متنمر. يلا بينا نكمل. رد عليها جارسيا باستغراب وعصبية: أنا متنمر؟ قالت له: هو أنت بتعمل إيه هنا؟ هو أنت مش المفروض تبقى مع ليلى؟ واقف معايا ليه؟ رد عليها: أنا واقف على الشاطئ، هو أنت فاكرة إن الشاطئ ده بتاعك لوحدك؟ اتدخل أندريا وقال له: هو أنت المفروض تبقى مع ليلى وبعد كده هتشترك في مسابقة السباحة. قال له جارسيا: أنا مش بفهم حاجة من ليلى دي، مش بفهم منها ولا كلمة. بصت عليهم مونيكا وفكرت رغم ان هما التلاتة نفس الشخص بس شخصياتهم مختلفة جدا. إنريكي شخصية نبيلة وجميلة، ولويس شخصية أنيقة، ورغم اختلاف أسلوبهم كان باين عليهم إن هما من عيلة غنية ونبيلة. بس جارسيا مختلف عنهم جدا، متنمر وواخد. وهي واقفة بتفكر نداها جارسيا: ازيك يا دير حصان؟ قالت له مونيكا: هو أنا مش قلتلك ما تقوليش كده؟ قال لها: معاكي حق، شعرك النهاردة زي الأعشاب البحرية مش زي دير الحصان. سمعت من لويس إن هو جابلك فستان جديد، يا ترى عجبك إن انتي فستي بحتة القماش دي؟ قالت له بعصبية: فزتي ازاي وانا رجلي اتعورت كده؟ رد عليها: وازاي ما فزتيش؟ انتي كسبتي لبس غالي عمرك ما كنتي هتلبسه زيه ابدا في حياتك. اتعصبت مونيكا وحست بالاهانه وراحت ضربته في رجله. وقع جارسيا ورجله وجعته جدا. اتعصب وقال لها: هو انتي ايه مشكلتك؟ هو انتي مجنونه؟ بصيت لمونيكا بتحدي وقالت له: انت لازم تشكرني، لو ما كانش في ناس حوالينا كنت كسرت راسك دي، سرقت فلوسك كتعويض عن تمن هدومي اللي اتقطعت. اتعصب وقف وقال لها: هو انت ازاي تكلميني كده؟ انت مجرد بنت مدلعه. ردت عليه: انت لازم تعرف ان انا لحد دلوقتي بكلمك باسلوب محترم، بس كفايه قوي كده. استغرب وقال لها: هو انت متعصبه قوي كده ليه؟ انا ما كانش قصدي ان انا اتخانق معاكي. ردت عليه: انت اللي ابتديتي الاول تتكلم باسلوب وحش، انت قلت لي ان ركبتي ملهاش قيمه، ازاي تقولي كده؟ رد عليها: انا اسف بس انا حقيقي ما كانش قصدي ان انا اتخانق معاكي. سالته: امال انت كان قصدك ايه لو مش عايز تتخانق؟ وليه دايما بتناديلي دير الحصان؟ هو انت مش عارف اسمي يعني؟ رد عليها وهو حاسس بالظلم: لا معرفش، انا كنت بناديلك دير الحصان عشان دي كانت تسريحه شعرك لما شفتك اول مره، انت جريتي بعد الخناقه ومعرفتش عنك اي حاجه من ساعتها ولا حتى اسمك. ارتبكت مونيكا وافتكرت ساعتها اللي حصل وفكرت: اه صحيح، انا نسيت اقول له اسمي. راحت سالته: بس هو يعني معقول ان السيد سوربن ما قالكش اسمي ولا مره؟ ارتبك جارسيا واتجمد في مكانه. لما شافته مونيكا ادركت ان هو بيكذب وعارف اسمها. اتعصبت وقالت له: مادام هو قالك عامل نفسك ليه مش عارف؟ رد عليها: اصلا انا اول مره اسمع حد بالاسم ده. اتعصبت وقالت له: ازاي يعني؟ ده اسم اميره. رد عليها جارسيا: انهي اميره دي اللي اسمها غريب قوي كده؟ ردت عليه: ايه غريب؟ ايه الغريب بالظبط في اسم مونيكا؟ استغرب جارسيا وقال لها: مونيكا؟ ردت عليه مونيكا: اه، امال انت فاكر اسمي ايه؟ ارتبك جارسيا وقال لها: موني. ساعتها ادركت مونيكا وهدي هما الاتنين. راحت قالت له: اكيد اللي قالك كده لويس صح؟ راحت رجعت سالته: اكيد انت مش فاكر ان هو اسمي بجد؟ رد عليها: بصراحه انت شكلك اتربيتي في عيله غنيه، وما كنتش مكدب قوي يعني ان ممكن يكون اسمك موني. اتعصبت مونيكا وقالت له: انا اسمي مونيكا اورفن، يعني يتيمه. اتفاجئ جارسيا وقال لها وهو بيضحك: شكلنا احنا الاتنين اخوات، انا كمان يتيم. سالته: وانت ايه لقبك في دار الايتام؟ رد عليها: انا بصراحه نسيته لان انا هربت وانا عندي 16 سنه. افتكرت مونيكا لما كانت في دار الايتام وكان في ولد عايزها تهرب معاه، بس هي رفضت لانها عارفه ان الاطفال اللي بيهربوا بيبقوا في الاخر مجرمين. بصيت لمونيكا وقالت له: خلاص يبقى ناديني من النهارده مونيكا. بس لقيته مقرب ايده منها. استغربت وقالت له: هو انت بتعمل ايه؟ رد عليها: اصل انا افتكرت ان انا اللي جبتلك اللبس ده. قالت له: لا، اللي جابتهولي ليلى. سألها: بتتكلمي بطريقه مش رسميه عنها، واضح ان انت على خلاف معاها وممكن تطردك على فكره كده. اتنهدت مونيكا وردت عليه: مش مهم لو طردتني. ساعتها مسكها جارسيا من خدها وزعق لها زي اخوها الكبير، وراح قال لها: لو طردتك بقى هتعيشي فين وهتصرفي منين؟ بعدته مونيكا وقالت له: سيب وشي احسن هي تشوفنا. بس لسوء الحظ ليلى كانت شافتهم. قربت منهم ليلى وقالت له: اسفه ان انا اتاخرت، اصل مارتن كان عايز يتمشى شويه، خلينا نرجع لان احنا اتاخرنا. بس وهما بيتمشوا وراجعين طلبت منه ليلى ان هو يشيلها لان رجليها وجعها جدا ومش قادره تمشي. شالها جارسيا بسلامة نية، بس عملت ليلى نفسها انها اتفاجئت. استغرب اندريا ومارتن اللي عملوا جارسيا، وعملت ليلى نفسها اتكسفت وقالت ان هو ينزلها بسرعه. قال لها جارسيا: هو مش ده اللي انت كنتي عايزاه؟ قرب اندريا من ليلى واعتذر لها وقال لها ان هو ما كانش قصده، السيد سولوبن متعود ان هو يشيل زمايله الجرحى لما كان في الحرب. وخلى اندريا جارسيا ان هو يعتذر لها.
اعتذر جارسيا لليلا، وردت عليه ليلا ان هو مش مشكلة، المهم بس ان هو ينزلها بقى. نزلها جارسيا بس بعد ما حققت ليلا كل اللي هي عايزاه. اول ما نزلها كل السيدات اللي على الشاطئ فضلوا يتكلموا عنهم. كانت مونيكا شايفة اللي بيحصل ومتضايقة جدا. قرب مارتن لمونيكا وقال لها اكيد السيد سولوفين هيطلب ايد اختي دلوقتي. استغربت مونيكا وقالت له ليه يعني اشمعنى؟ رد عليها مارتن مفيش راجل بيتكلم وبيشيل واحدة مش بيحبها. حست مونيكا بعد اللي قاله مارتن انها متضايقة جدا، بس مكانتش عارفة هي متضايقة ليه. راحت سألت نفسها معقول انا متضايقة علشان ليلى هتتجوز الراجل المثالي ده؟ بعد كده وقفت نفسها وقالت مثالي؟ هو مين ده اللي مثالي بالظبط؟ دخلت لي مجموعة من الرجال الأشرار. ولما رجعت ليلى مكان عيلة مالت على الشاطئ كلمت مامتها. كانت مامتها فرحانة جدا وقالت لها ان شكل السيد سولوفين معجب بيها، بس برضه لازم تخلي بالها من سمعتها. وبعد شوية جت صاحبات السيدة مالت وفضلوا يسألوا عن إصابة ليلى، فضلوا يباركوا لها لأن واضح إن السيد سولوفين معجب بيها وكده هيخطبها قريب. وبعد الظهر بعدت مونيكا وقعدت بعيد عنهم. قرب منها جارسيا وقعد جنبها على الصخرة قدام الشاطئ، وراح قال لها هو ليه الناس متحمسة كده وهي بتسبح زي الأطفال؟ قالت له ليه اشمعنى يعني، هو انت كمان مش كنت بتعوم زيهم في المسابقة زي الأطفال؟ بس واضح ان انت متضايق عشان خسرت. اتعصب جارسيا وقال لها انا جيت اقعد معاكي لان انا قلقت عليكي. استغربت مونيكا وقالت له قلقت عليا؟ غير جارسيا الموضوع وقال لها هو انت مش هتنزلي المية؟ امال لبستي ليه فستان البحر مادام مش هتنزلي؟ وبص على البحر وقال لها هو ليه السيدات واقفين كلهم هناك كده؟ ردت عليه مونيكا اولا انا ملبستش اللبس ده عشان عايزاه، ليلى هي اللي خلتني البسه، والسيدات دول بقى واقفين كده عشان هيزينوا القارب. استغرب وسألها القارب ايه ده؟ ردت عليه بنات العائلات الغنية بيناموا في قارب متزين كله بالورود، وكل ده عشان تباركهم إلهة الجمال. بصلها وقال لها وانتي بقى مش هتعملي زيهم؟ ردت عليه مونيكا وهي متضايقة الحاجات دي للأغنياء بس. بصلها جارسيا وقال لها هو انتي غيرانة منهم؟ اتعصبت مونيكا جدا ونفت انها غيرانة منهم، بس هو أصر انها غيرانة لانها يتيمة مش غنية زيهم. اتعصبت مونيكا وحطت ايدها على ودنها وقالت له كفاية بقى، كفاية وامشي وسيبني، انت متعرفش عني اي حاجة، وما تنساش ان ليلى بتبص علينا وعينها كلها شر، وما تقولش تاني ان انت عارف احساسي، لان انت مش يتيم حقيقي. كملت بعصبية احنا مش قريبين من بعض قوي كده، اللي بينا شغل وبس، وانا وعدتك ان انا هلاقي الدواء الاخضر، مفيش داعي لقربك مني كده. حس جيرسي ان هو عمل حاجة غلط وراح اتأسف لها وسابها ومشي. ولما رجعت مونيكا لعيلة مالت لقيت إيزابيلا البنت اللي المفروض هتتجوز مارتن موجودة هي والمربية بتاعتها. ولما شافوها سلموا عليها. اتعرفت مونيكا على مربية روز ماري، وقالت إيزابيلا لمونيكا إن هي كمان عملت بوكيت ورد عشان تحطها على القارب زي الكبار، وطلبت من مارتن إن هو يروح معاها للقارب، بس رفض مارتن لأن في سيدات كتير هناك. فإيزابيلا قالت له ما يقلقش لأن هما مش هيشوفوه راجل أصلا. إيزابيلا حقيقي تقصف ولا تبالي. المهم كانوا فعلا رايحين كلهم يشوفوا القارب، بس قبل ما يروحوا نادت خادمة ليلى لمونيكا عشان ليلى عايزاها. سابت مونيكا مارتن وإيزابيلا مع الخادمة روز ماري وراحت لليلى. ولما كانت ماشية مع الخادمة سألتها ليلى عايزاني في ايه؟ قالت لها ان هو جه وقت دفع تمن الفستان. خافت مونيكا ومكانتش فاهمة حاجة، ولما وصلت لقيت ليلى ومعاها سيدات كتيرة، وقالت لها ليلى انها هتركب القارب. شرحت الخادمة لمونيكا انها هتركب القارب بدل سيدات النبيلات، وتختار باقة ورد وتنزل المية، وصاحبة الباقة المفروض هي اللي هتتجوز الشخص اللي عايزاه. رفضت مونيكا وقالت لها انها مكانتش تعرف كده، وده مش هيبقى انصاف لانها اكيد هتختار باقة الانسة ليلى. ردت الخادمة ان الانسة ليلى اتخطبت خلاص، فمش محتاجة الباقة بتاعتها. وكملت وبعدين لما كنتش هتنزلي المية لبستي لبس السباحة ده ليه؟ حاولت مونيكا انها تهرب من الموضوع بس منفعش. ومونيكا بتجهز جات لها ليلى وعملت انها بتساعدها، وحضنتها وقربت منها وقالت لها انا خليت السيد سولوفين يشني، وده معناه ان هو طلب ايدي قدام الناس كلها على الشاطئ. وقتها الكل عرف ان انا حبيبته، مش مهم بقى هو كان قاصد يشني ولا لا. بصراحة رغم ان انا في الاول ما كانش فارق معايا الجوازة دي، انها في النهاية كانت مصلحة بين الطرفين، بس دلوقتي الوضع اتغير تماما. بالمناسبة انا شفت شكلك لما شني، وشفتك قد ايه انت كنتي متضايقة وغيرانة. افتكرت ليلى شكل مونيكا لما السيد سولوفين شالها، كان شكلها مريح نفسيا جدا ليها لان مونيكا كانت متضايقة قوي. فكرت ليلى يا ترى مونيكا هتعمل ايه لما اتجوز، اكيد هتتمنى الموت. وتخيلت شكل مونيكا وهي قاعدة في الارض بتعيط قدام صورة جوازها هي وانريكي. رجعت قالت نفسها انا اصلا مصدقتكيش من اول يوم دخلتي في القصر، علشان كده خليت البستاني يراقبك،
لما قلت ان انت رايحه تجيبي حبوب منومه، شافك وانت رايحه بيت السيد سولوفان، وفي الحفل الخيري فضلتي ترقصي معاه في السر. علشان كده قررت ان انا ادمرك قدام الناس دي كلها. افتكرت ليلى لما كانت ماشيه معاها على البحر. فضل ساعتها انيريك يكلمها عن مونيكا، وان اخوها الصغير بيتعب مونيكا جدا، وكلامه ده ضايق ليلى قوي. لما افتكرت ليلى مسكت المقص وهي حاضنه مونيكا وقطعت ربطه الفستان بتاع مونيكا بالمقص. ولما ركبت مونيكا المركب وهي مش عارفه اللي حصل في الفستان بتاعها، اختارت باقة الورد بتاعت انسة فايولت ونطت بيها في المية زي المفروض تحصل. وهي خارجة من البحر ومعاها الباقة، اتفاجئت الفستان بتاعها مقطوع والناس كلهم اللي على الشاطئ شافوها. نزلت مونيكا البحر مرة تانية وهي مرعوبة لأنها مش عارفة تخرج. فضلت مونيكا تسأل نفسها ازاي ده حصل وهعمل ايه دلوقتي، لو عديت الفستان هتقع باقة الورود. ومونيكا مرعوبة افتكرت ان ليلى حضنتها قبل ما تركب المركب. وهي بتفكر ان ليلى عملت كده، فجأة لقت جارسيا قدامها وقال لها هتفضلي كده كتير، وراح خلع قميص وادالها القميص بتاعه عشان تلبسه. ساعتها كل اللي على الشاطئ وقفوا مصدومين من اللي شافوه. شال جارسيا مونيكا وخرج بيها من البحر. بس وهما ماشيين جت الخادمة بتاعت ليلى وطلبت منهم الباقة. بصلها جارسيا بعصبية وسألها عايزة الورد ومش عايزة مونيكا. اتحركت الخادمة وخدت الباقة ومشيت. بص جارسيا لمونيكا وقال لها هو انت لسه عايزاني اخدك للبيت ده تاني؟ قالت له مونيكا لا، انا مش عايزة ارجع لهم تاني دلوقتي. فاخدها جارسيا وهو شايلها ومشيوا. بصت عليهم ليلى وهو شايلها واتعصبت جدا. اخد جارسيا مونيكا وراح لقصر عيلة سوليفان. فضلت مونيكا واقفة بره مش عايزة تدخل القصر. شدها جارسيا ودخلها واداها هدوم من عنده عشان تغير هدومها. بعد ما غيرت مونيكا هدومها قعدت مع أندريا في الصالون. سألها أندريا هو انتي عندك مشاعر تجاه السيد سوليفان؟ رفضت مونيكا وقالت له لأ. اتنهد أندريا وقال لها كويس، لأن أنا لازم أتحرك عشان أنقذ سمعته. استغربت مونيكا وسألته يعني إيه؟ قال لها إن هو لازم ينشر في الأخبار إن السيد سوليفان أنقذ بنت مجهولة، وبكده هيبقى أنقذ سمعتهم هما الاتنين. ممكن يتقال عليكي إن انتي بنت مستهترة، بس مش هيحصل أكتر من كده. ردت عليه مونيكا إن هي ما عندهاش مشكلة، أصلا هي هتسيب المدينة قريب. في الوقت ده دخل عليهم جارسيا وقال لأندريا انت ازاي عايز تدمر سمعة بنت عادية كده؟ وبص لمونيكا وقال لها هو انت ازاي هادية كده، المفروض تكوني متضايقة ومتعصبة. وراح مسك أندريا من هدومه واتخانق معاه وقال له إن هو مش هينام الليلة دي، وعايز يشوف بقى الجريدة بكرة هيكون فيها تبرير ازاي. هو عايز تبرير منطقي للي حصل من غير ما يأذي مونيكا، واللي هيطلع ويقول إن هو اتجوزها في حفل السر في الكنيسة، ووقتها بقى هيوعده إن هو مش هيشوفه تاني، لأن ساعتها إنيريكي لما يصحى ويلاقي نفسه متجوز أكيد هيقتله. خاف أندريا جدا من كلام جارسيا. كمل جارسيا وقال له روح دلوقتي وحل المشكلة دي، وخلي الصحف تكتب كويس عن مونيكا. بصله أندريا وقال له انت هتندم جدا على قرارك ده. بصله جارسيا بتحدي وكمل لا، مش هندم، يلا روح شوف اللي انت المفروض تعمله. بعد ما مشي أندريا بص جارسيا على مونيكا ولقاها بتعيط. زعق لها وقال لها وانتي بتعيطي ليه؟ وردها الكحول عشان تشربه وتهدى. فضلت مونيكا تشرب منه وهي ساكتة. استغرب وسألها هو انت ليه ساكتة مش بتتكلمي على اللي مضايقك؟ سألته هو انت متعود ان انت تاخد القرارات بنفسك؟ استغرب جارسيا مفهمش اللي هي قصدها عليه. ردت عليه انت اتكلمت مع أندريا واخدت قرارك من غير حتى ما تسألني. قال لها هو انت عايزة الناس تتكلم عليكي عادي كده؟ ردت عليه اكيد لا. قطعها وقال لها انا عارف ان انت بتكرهيني، بس انا ما قلتش ان انا هتجوزك بجد يعني، وبعدين لو فضلتي ساكتة كده الناس مش هتسيبك في حالك. قالت له مونيكا هو انت فاكر بجد كده؟ انا كنت عارفة ان انا هيحصل معايا مشاكل هناك، علشان في حد مصر ان هو يهني، واصلا انا هسيب المدينة قريب وامشي. فضلت مونيكا تشرب الكحول وسكتت. استغرب وقال لها بجد هو انت عايزة تسيبي عيلة مولد بعد اللي حصل؟ قالت مونيكا لنفسها انا كده كده خلاص لازم امشي، قبل كده كانت ليلى بتمنعني ان انا اقعد، بس دلوقتي بعد اللي حصل ده انا مش هقدر تاني ان انا اشتغل مدرسة، ومش هقدر اشتغل ممرضة مع اي دكتور تاني، علشان كده انا لازم امشي من هنا على طول. راحت ردت على جارسيا انت ضيعت وقتك على الفاضي. قال لها انت مفيش فايدة فيكي ابدا، انت ايه اللي خلاكي تسكتي كده؟ كان المفروض ان انت تتعصبي وتصرخي عليا. ايه الفايدة ان انت بتقولي دلوقتي بعد ما خلصتي كلام مع اندريا؟ انت اساسا لو كنت عايزة تمشي حقيقي كنت مشيتي مع اندريا، بس انت فضلتي قاعدة وكمان فضلتي تشربي كحول. طبيعي ان انت لو اتظلمتي بتحسي بالظلم، ولو غضبتي بتحسي بالغضب، لازم ان انت تواجهي مشاعرك وما تهربيش. ردت عليه مونيكا في حزن محدش بيسمعني لان انا يتيمة وما عنديش حاجة. رد عليها جارسيا بس انا هنا وبسمعك. استغربت مونيكا جدا وبصت له.
كمل جارسيا كلامه: صحيح انت يتيمة وما عندكيش حاجة، ممكن تفتكري ان محدش بيسمعك، بس انا موجود وبسمعك. حسيت مونيكا ساعتها بالراحة وعينها كانت بتدمع. كمل جارسيا كلامه: ما تنسيش ان انا في جسم سولوفين، ومهما قلت انا من عيلة نبيلة. وهزر معاها وقال لها: احيانا جسم سولوفين بيساعدني جدا يدير الحصان. ردت عليه: قلت لك مونيكا. كمل جارسيا وهو بيبتسم لها: صحيح مونيكا. اسمعي، ما تهربيش لمجرد ان حد ضايقك، اتضايقي وردي عليه، ولا تحبي ان انا اضرب اللي ضايقك؟ قالت له مونيكا: طب لو اللي ضايقني حد اعلى مني بكتير ومش هقدر ان انا ارد عليه؟ قال لها وهو مبسوط وفخور بنفسه: انا كسرت انف ضابط كبير في الجيش ان هو افتكر ان انا سرقت الامتدادات العسكريه لان انا يتيم. بصيت له مونيكا وقالت له: هو انت فاكرني بهزر؟ رد عليها: لا، اعتبري نفسك ان انتي بتتفرجي على مسرحيه واستمتعي. وحكى لها اللي حصل معاه في الجيش، فضل يقول لهم ان هو بريء وما سرقش حاجه، بس محدش صدقه واتسجن وكانوا هيعدموه بالرصاص، بس محدش سمعه غير ظابط هو معرفوش. وساعتها عرفوا مين هو اللي سرق الامدادات، وطلع الضابط اللي كسرت انفه ده هو اللي سرقها. واتعلمت ساعتها ان انا لما اغضب لازم اقول ان انا غضبان، ولما احزن لازم اقول ان انا متضايق، لان اكيد في حد هيسمعني. قالت مونيكا لنفسها: انا عارفه ده، بس انا قضيت حياتي كلها والكل بيقول ان انا بنت فقيره ويتيمه، واتخليت عن حاجات كتيره جدا كنت عايزاها عشان بس اعرف ان انا اعيش. كنت دايما بحس بغضب بسبب عجزي ده. بصت مونيكا لجارسيا وهي حزينه واعتذرت له. رد عليها جارسيا: انا مش عايزك تعتذري لما تغضبي، لازم تخرجي غضبك ده. بصيت له مونيكا وقالت له: قلت لك بطل تعمل نفسك عارف عني كل حاجه. اتنهد جارسيا وقال لها: عموما اعملي اللي انت عايزاه، وعلى فكره يعني انا كنتش هتجوزك حقيقي، كده كده اساسا البنات القويه اللي بتعمل شعرها دي الحصان مش المفضلين عندي. بسطت مونيكا وفضلت تضحك، وراح سألها: هو مين بقى اللي عمل فيكي كده عند الشاطئ؟ قالت له: انت عارفها كويس جدا، ليلى مولت. ليلى صممت الفستان البحر ده بنفسها، وبعد كده قطعته عمدا. اكيد بيت مولت دلوقتي في حالة من الفوضى، مشكلة ان البيت ده بيدفع مرتب كبير جدا. سألها جارسيا: قد ايه يعني؟ ردت عليه ان وقت الحرب كانت بتشتغل ممرضة مقابل 200 عملة بس في الشهر، بس دلوقتي في القصر ده مرتبها بيوصل ل 500 عملة في الأسبوع. وكملت إنها كمان كانت على طول متعودة على الجوع في دار الأيتام، وبتاكل كمان نفس الأكل كل يوم، بس في بيت عيلة موريت بيبقى فيه حتى البيض في وجبات الخدم. هي حقيقي حبت أول حياة الغنية عندهم. قالها جارسيا وهو بيشرب الكحول: حبيتي الحياة عندهم؟ بس قطعته مونيكا وكملت: بس أكيد اللي حصل معايا عقارب حسسني بالإهانة، ومش عارفة إن أنا ممكن أكمل في الشغل ده تاني بعد اللي حصل ده ولا لأ، لأن أنا شايفة إن الإهانة اللي أنا عشتها أكبر من أي رفاهية شفتها في بيت عيلة مولد. راحت كملت إن المشكلة إنها مضطرة إنها لازم ترجع لقصر عيلة مولد تاني. سألها جارسيا: هو أنت بجد لازم ترجعي؟ ردت عليه: أيوة، لأن وصفة الدواء الأخضر هتيجي هناك، كمان لازم أعتذر لعيلة مولد وأرجع أشتغل عندهم، وإلا مش هعرف إن أنا أنتقم من ليلى. كملت وهي متحمسة: أنا هعمل أي حاجة عشان أقدر أنفذ وعد للسيد سولوبين. قالت لها جارسيا وهو مستغرب: هو أنت مش لسه قايلة إن محدش هيصدق واحدة يتيمة؟ خلاص، خدي ال5000 اللي اداهملك انريكي واهربي، انت ليه مصرة يعني ان انت تساعديه؟ قالت له مونيكا: ما هو الشيك كمان موجود في اوضتي في القصر. استغرب وسألها: ما دخلتيهمش البنك ليه؟ ردت عليه: ده طبيعي، الايتام مش بيعرفوا ان هم يفتحوا حسابات بنكية لان هم ملهمش ضامن. اقترح عليها وقال لها: طيب ايه رأيك ان انا اروح معاكي البنك؟ استغربت وقالت له: انت؟ رد عليها بحماس: ايوه، هقول ان انا ساعدتك لان انا ما كنتش عايزه ان سمعتك تتضر. عصبت مونيكا جدا وقالت له: لا، ما تعملش كده، انا مش عايزاك ان انت تحمي ليلى. قال لها بهدوء: هو انت مش عاجبك ان انا ممكن اتجوزها مش كده؟ ردت عليه: مش هقدر ان انا اتدخل في الموضوع ده عشان ما تحصلش مشاكل كبيره. استغرب جارسيا وقال لها: هتبقى ايه المشاكل؟ اتجنبته مونيكا وقالت له: مع الاسف مش هينفع اقولك. استغرب جارسيا وقال لها: هو انت متاكده بجد ان انت مش عايزاني اعرف؟ بصيت لمونيكا وقالت له: انت حقيقي بتفكرني بشاب اعرفه من دار الايتام، كان عامل زيك كده بالظبط. رد عليها: اكيد كان وسيم ولطيف زيي. اتجاهلته مونيكا وكملت: اسمه كان جارسيا برضه، كان عايز يهرب من الميتم لان هما كانوا بيضربوا الصبيان هناك، بس لحسن الحظ ده ما كانش بيحصل مع البنات. المهم في العيد جبت البلوفر الصوف اللي جالي هدية من التبرعات، وفكيته وعملت منه جوانتي. بصراحة الخيط ساعتها ما جفاش الجوانتي، فعملته من غير صوابع، بس قلت له ان ده اسمه نصف جوانتي. كان هو فرحان بيه جدا وكنت دايما بشوفه لابسه. وفي يوم جه قابلني في الميتم وقال لي ان انا اسيب الميتم واهرب معاه.
قال لها جارسيا وهو بيستمع بالاهتمام وبيشرب الكحول: ها وبعدين حصل ايه؟ قالت له: طبعا ما روحتش معاه، لان انا لو هربت معاه مش هكون اكتر من مرات مجرم في المستقبل. راحت بصت على جارسيا لقيته بيضحك قوي. قال لها: ممكن على فكره ما كنتيش هتبقي مرات مجرم. بصت مونيكا لجارسيا وادركت اللي هي قالته. ردت عليه مونيكا في خجل: انا عارفه ان هو تحيز مني، عموما لما اشوفه اكيد هعتذر له، اصلا ما اعتقدش ان هو لسه فاكرني. قال لها جارسيا: الشباب اللي زيه مش بينسوا البنت اللي رفضتهم. سألته مونيكا: هو ده حصل معاك قبل كده؟ رد عليها: اكيد لا طبعا، انا محبوب مش زيه. وفضلوا هما الاتنين يضحكوا مع بعض. وبعد ما خلصوا كلام بصيت على شعرها لقيته منكوش. سألت جارسيا لو عنده مشط، بس هو رد عليها ان هو ما يعرفش بصراحة، هو بيسرح شعره بايده. فسرح شعرها هي كمان بايدها. ردت عليه مونيكا: لا طبعا، عايزة اسرحه بمشط. وبعدين حتى شعر الرجال بيبقى حلو لو اتسرح كويس. لو اتسرح شعره بمشط وقت الحفلة يبقى اكيد في مشط في البيت هنا، روح بقى ودور عليه كويس. لها جارسيا ان ممكن يكون لويس سرحه بايده عادي، وراح قام وحاول ان هو يسرح شعرها بايده، بس كان بيوجعها جدا. بص لها جارسيا وقال لها: هو انت ليه شعرك زي شعر الكلب كده؟ اتعصبت عليه مونيكا وقالت له: هي مين دي اللي كلب بالظبط؟ بصت عليه مونيكا وساعتها قربوا من بعض. بصت له مونيكا وقالت نفسها: هو صحيح وقح بس شجاع ودايما بيحميني. وافتكرت لما اداها قميصه وخرجها من البحر. بس في الوقت ده قطع جارسيا افكارها وقال لها: هو انت بتبصيلي كده ليه؟ غيرت مونيكا الموضوع وقالت له: كنت عايزه اعرف ازاي في راجل بيشد شعر سيده بالقسوه دي. في نفس الوقت ده بقى في قصر عيلة موليت راح أندريا لعند عيلة موليت، واعتذر لليلى ووالدتها على اللي حصل. كان شكله مكسوف جدا من اللي عمله جارسيا، وقال لهم ان السيد سولوبين ما قدرش ان هو يجي النهارده عشان ما يزيدش الاشاعات وتحصل مشاكل اكتر من كده. ردت عليه ليلى وهي عامله نفسها طيبه: قول للسيد سولوبين ان انا مش متضايقه. عصبت والدتها وردت بعصبيه: ما تبقيش طيبه كده، انت ما ينفعش ان انت تسامحيه على اللي حصل. قالت لها ليلى انها فاهمه اللي حصل مع مونيكا. ردت عليها والدتها وهي متعصبه من افعال ليلى: ما تقوليش ان انت لسه شايفاها صديقه ليكي. بصيت لها ليلى وقالت: تخيلي لو انا كنت لابسه نفس الفستان وحصل معايا كده وانا في البحر، طبيعي كنت هرتبك ومش هكون عارفه اعمل ايه. بصت السيده مالت لليلى وقالت لها: انا مبسوطه بجد ان انا عندي بنت طيبه زيك. بص عليهم اندريا وضحك من المسرحيه اللي قدامه. طلبت ليلى من والدتها انها ما تعاقبش مونيكا لما ترجع البيت، بس طبعا والدتها رفضت، وقالت لها انها لما هتشوف مونيكا هتلومها على اللي حصل وهتطردها. اعترضت ليلى وقالت ان ده كده هيأثر على سمعه مونيكا، وبالشكل ده مش هتقدر انها تشتغل تاني في المدينة. ردت والدتها وقالت لها: الأحسن ليها انها تتجوز وخلاص، وسواء اشتغلت أو لأ دي مش مشكلتهم، وكفاية أول الفضايح اللي حصل للعيلة بسبب البنت دي النهاردة. أتمنى بجد يكون الملخص عجبكم، استنوني في البارت الجاي مش هتأخر عليكم. باي.